مفهوم ترميم الأنف ده إن هو حاجة مستحيلة أو صعبة، هو مفهوم خاطئ. دكتور، إحنا بنسمع دايماً عن مصطلح ترميم الأنف، فممكن حضرتك تشرحه لنا؟ بُصّي، مصطلح ترميم الأنف أو إعادة عملية تجميل الأنف، هو مصطلح إن أنا باعالج فيه بعض التشوهات أو العيوب اللي بتحصل نتيجة حادثة أو نتيجة عيب خلقي لا قدر الله، أو نتيجة عملية تجميل سابقة وفشلت. من خلال العملية دي إحنا بنقدر نصحح العيوب دي أو التشوهات، وبنعيد بناء هيكل الأنف بشكل كامل. من خلال إن إحنا بنقدر ناخد تعويضات غضروفية، غالبًا في معظم الحالات بتبقى من غضروف من الضلع، في بعض الحالات ممكن ناخد غضروف من الأذن بس في حالات قليلة، بالإضافة إن أنا ممكن آخد رقعة من الجلد أو أنسجة أخرى. الحاجات دي كلها عشان أوصل لأفضل نتيجة. شكل للأنف. مفهوم ترميم الأنف ده إن هو حاجة مستحيلة أو صعبة، هو مفهوم خاطئ. ترميم الأنف هو يعني حل مناسب جدًا لمجموعة كبيرة أوي من المرضى بتعاني من تشوهات حقيقية في الأنف.